رداد. شلون اتجهت لموقع التواصل؟ بالفيديوات. هذا اللبس لا السفر دحين. ليش ما طلعت اغني؟ ما سمعت صوتي لايف للعالم؟ وين بتنزل مقاطع؟ انا حامل عندي بيبي، جاي هاي بيبي بالبدايه بالطريق. طبعا هاي يوميات عاديه سايد جراد ترى مصيرها انت تعرفيه، يعني هسه مثلا ترى فارس الله يرحمها، وين مصيرها صار ترى فارس؟ مو صحيح؟ ما تخافين على نفسك باشر عقبها ما تنكتلين، واحنا بمجتمع عشائري. طبق عليك واحد وقتلك، يقتلوش لو ما يقتلوش. كل شيء يسوون. مو صحيح؟ متخافين على نفسك تتفحم على مود وحدة، الطشه، على مود الطشه، يتفحم واحد من يتفحم، ترى فارس الله يرحمها منو دفع عليها؟ ترى فارس الاعلام قتلها. يعلم. غيره. صدقني الاعلام هن كانوا يشتغلون. يعني هذا اللي يجي نزل من الدراجه وضربها كان يغار منها؟ مو غير بس الاعلام قتلها، كان دائما الاعلام انا مواقع التعليقات يحرض على قتلته. بس اليوم انت ماكو فنانه تطلع ببرنامج هيك تلبس، ماكو فنانه تطلع بشارع، ماكو فنانه تنزل صور هيك لابسه ماشي الوردي والاحمر ماشي. تعالوا وياي انت عندك نوع، تعالوا وياي للكراده هذا اللي بالشارع. بنات عوائل طبيبات بنات عوائل ابوها موجود. بنات عوائل. تعال شوف ايش لابسات بالشارع، والله اتعجب. اختفيتي فتره كلش طويله. هذا الاختفاء بسبب الاختطاف، وتعالجت وتمرضت وانصدمت. ايش قد بقيتي مخطوفه؟ 7 اشهر. 7 اشهر؟ 7 اشهر بزنزانه جوا القاع. بنات عمتي. اي بنات عمتك هذا مو ترى يعني كانوا يقتلوك يعذبوك يسووا لك فلقه. شعر كان اللي هنا قصنا ودقوا صفر. عيني قامت صارت هيك تجري جراحه بالآلة مال حديد على النار، وجسمي كله انا معالجه جسمي جراح موجوده بكل التقارير زين، وموجوده مالتنا يم 4 ارهاب. تدري لو لا انا تنازلت عليهم الخاطر قبر والدي. شلون طلع لك فيديو اباحي العاد؟ انا اقول لك شلون. نزلت برنامج كلش قوي كان بوقته، سوى ضجه على مواقع التواصل ونجح. جاب نسبه مشاهده كلش قويه خلال اسبوعين. اسمه العالم الاخر ويا المقدم ساري. طبعا كل الصديق يقدم له تحيه انا، لان من الداعمين الي. شافوا البرنامج نجح والناس تعاطفت وياي، حتى كانت التعليقات 90% ايجابيه. حكيت الحقيقه كلها مالتي، حتى بكيت من الحرقه اللي شايلتها اني، بكيت ما تحملت. ورا يومين فضيحه الفنانه تيسير العراقيه طالعه تب، ما اقدر اكمل، طالعه تب. ادخل على الرابط والناس 10 ايام تدور على الرابط ويتصلون تيسير فضيحتك. قلت له حبيبي فضيحتي وين؟ يلا الفيلم وينه؟ هسه غير تنزلوا غير اشوف الفيلم مالتي بعين. اخر شيء طلع كله دوبلاج وكذا، وعرفتهم من ما طبعا اللي مسوين هذا الشيء. منو مسوي؟ الوسط الفني. تيسير الدنيا كلها تحكي تقول تيسير تاجر بالمخدرات وتتعاطى مخدرات. خل تجي الدوله العراقيه تسوي لي تحليل دم عام، خلي يشوفوني انا اذا يعني من الدم مالتي انا مسؤوله على الكلام اللي احكي قدام الدنيا كلها. لازم اوقف الناس تحكي علي عد حدها، يجون يسوون تحليل هو بالدم يطلع كل شيء. خلي يشوفون منو يتعاطى مخدرات، اني لو فئه من الفنانين. من الاخير ليش ما تقدمين تنازلات؟ فضل الموضوع صيري نجمه، ولا من شاف ولا من درى، حال سالفه الفيديو هذا نزل. صيري نجمه. مو كلها هيك صارت نجومه؟ والله ايش اجاوبك انا يعني على هذا؟ صحيح والله. شايفه صحيح، حتى انت والله لو ما كنتي لابسه صلوخ هم كانت فشلتي. والله. اشكرك على هاي الاهانه. مو صحيح، لا مو اهانه. لا اشكرك. هي هاي مو صحيح. اشكرك. انا والله هاي لبسي. ناقص صوت الشعب. هذا لبسي ما غيره، وانا هذا لبسي عاجبني وهاي حياتي. وهاي حريتي الشخصيه. تمام. ليش؟ مو انسان مريض نفسيا ومنافق. وليش حاربت؟ يعني هيك كره من عنده الله؟ غايات. ما شنو الغايه اللي عنده؟ غايات ما حصلها. غايات ما حصلها؟ طبعا. ليش ما حصلها؟ اكو تنازلات هواي بالوسط الفني. ما انت خضعتي في يوم لهاي التنازلات؟ مستحيل. انا لو خاضعه لهاي التنازلات كان هسه انا نجمه عربيه. يعني مستحيل تيسير ما خضعت هاي التنازلات، وبهاي الانفتاح اللي عايشه بيه، واللبس البروف اللي هي تلبسه والطبه والطلعه وما ادري شنو هاي. هذا اسالك سؤال، الانفتاح قدام العالم مو احسن مما ورا قدام رب العالمين وقدام العالم؟ مو احسن مما ورا الناس اسوي غير شغلات؟ لعد هسه انا قدام الناس. زين اذا انت ما خاضعه لهاي التنازلات اللي موجوده بالوسط الفني اللي حضرتك تحكين عليها، هسه انا مسؤوله على شلون نزل عندك فيديو مقطع اباحي؟ بس لحظه. تيسير من 100 ايش قد كنتي صريحه بالحلقه؟ 100%. انا اشكرك.